مدينة الضرب واحنا الزوار. اهلا وسهلا بكم، معكم محمد تركو برنامج ضرب الزوار. الامام الذهبي بيقول عليه كان قاتلا سفاحا قتل في عهده 18,000 شخص، وفي نفس ذات الوقت بيقول عليه كان فارسا مقداما شجاعا محب للعلماء متدين ومحب للفقراء. والدكتور مصطفى الرفعي بيقول عليه كانت له يد مع الملائكة ضارعة وله يد مع الشياطين ضاربة. ومن غيره أبو المتناقضات كلها أحمد ابن طولون، كان بيبني بالشمال وبيقتل باليمين، وهو اللي بنى الجامع الشهير بتاعه اللي موجود حاليا في القاهرة، اللي هو جامع أو مسجد أحمد ابن طولون، واللي احنا بنقول عليه مسجد الخمسة جنيه. كل ده واكتر هنعرفوه في الحلقه دي، بس قول لي في الاول عملت اشتراك بالقناه لسه؟ عيب عليك والله. يلا اشترك بالقناه واعمل لايك للفيديو ويلا بينا. عام 254 هجريه تولى احمد ابن طولون الحكم في مصر، بس قبل الفتره دي نرجع خطوتين لورا لتاسيس الدوله الطولونيه، او ايه اصلا الدوله الطولونيه ومين هو احمد ابن طولون. أحمد ابن طولون اللي هو أبو طولون اللي مولود في بخارى اللي هي حاليا دولة أذربيجان من أصول تركية. اشترى أحد من الخلفاء العباسيين وبالتحديد الخليفة المأمون. اتربى في القصر الخلافة العباسية وترقى في المناصب لحد ما وصل اللي هو قائد الستر الملكي، اللي هو يعني زي ما نقول دلوقتي عليه رئيس الحرس الجمهوري حاليا. وبعد كده خلف من الأبناء كتير، ومنهم اللي هو ابنه أحمد. ابن أحمد اتربى تربية داخل القصر العباسي، يعني ابن أمير، وتربى تربية الأمراء. وأبوه طولون حرص إن هو يعلمه الفروسية والقتال ويعلمه كل الفنون علشان خاطر إن هو يبقى قائد كبير. وكمان ما نسيش ان هو يعلمه اصول الدين. يعني احمد ابن طولون اتربى تربيه عسكريه وتربيه دينيه، على عكس الامراء العباسيين اللي كانوا في الوقت ده السمه اللي بتاعتهم اللي هم كانوا دايما في اللهو واللعب بس. فاحمد ابن طولون اتربى التربيه السليمه دي. بعدها بفترة بسيطة كان أحمد ابن طولون سنه حوالي 20 سنة، أبوه طولون اتوفى. فالدولة العباسية ادت لأحمد كل مهام أبوه، يعني الوظائف اللي كان بيمسكها أبوه أحمد بعد كده اللي هو إيه مسكها. وبالفعل أحمد قدر إن هو يكون قد المسؤولية بتاعة الحرس الأميري. وفي الوقت ده الخلافة العباسية كانت اللي هي الخلافة على الدولة الإسلامية كلها، فكل إقطاع من الإقطاعيات كانت بتولي أمير مكانها. زي يعني مصر لها أمير، الشام لها أمير، الحجاز لها أمير، المغرب لها أمير. وكان من نصيب الإمارة في دولة مصر في الوقت ده القائد بكباك اللي هو جوز أحمد ابن طولون. يعني بعد ما توفى طولون أمه اتجوزت القائد بكباك، والخليفة العباسي اداله إمارة مصر. بس القائد بكباك كان عاوز يفضل جار الخليفة العباسي، وخلى أحمد ابن طولون اللي هو يحكم مصر، وبعته علشان خاطر يحكم مصر بالنيابة عنه. يعني ده كان الوقت السائد ده اللي هو كان الخليفة العباسي بيدي كل الوالي من الولاة بلد، وهو الخليفة مش ما يهمهوش أي حاجة من الكلام ده غير اللي هو الفلوس والخراج تيجي لحد مقر الخلافة، وأهم حاجة ما يكونش فيه مظاهرات ولا قلاقل ولا أي حاجة في الإمارة دي. وبالفعل أحمد بن طولون جاء مصر وحكم مصر، بس كان بيحكم في العاصمة بس، يعني ما كانش ليه اللي هو سلطات تانية خالص. وبالأخص اللي هي أهم منصب ما كانش في يده اللي هو منصب الخراج، ده كان في يد واحد تاني اسمه أحمد ابن المدبر. وأحمد ابن المدبر وكل العلماء وكل رواة التاريخ بيقولوا عليه إنه هو كان ظالم، يعني كان بيفرض الضرائب على كل حاجة، يعني كل حاجة كان بيفرض عليها الضرائب، وكان بيرهق المصريين خالص في جمع الضرائب. فكان أحمد ابن المدبر اللي هو الشوكة في حلق أحمد ابن طولون، وبرضه في نفس ذات الوقت كان أحمد ابن طولون الشوكة في حلق أحمد ابن المدبر.
حتى احمد بن المدبر كان بعت للخليفه العباسي وان هو بيشتكي من احمد ابن طولون وان هو مش قد المسؤوليه وعشان يعزله. فاحمد ابن طولون عرف بالموضوع ده، وبالفعل اللي هو قدر ان هو يخلي الخليفه العباسي يشيل احمد ابن المدبر ويبعته للشام، فبيجي حكم مصر تحت يد او اماره احمد ابن طولون من الحكم الفعلي لجمع الخراج. بعد كده توفى القائد او جوز امه بكباك، وتولى حكم مصر بعديه القائد يرقج بالجيم، يرقج. فيرقج ده بالمصادفه كان اللي هو مجوز بنته لاحمد ابن طولون، يعني احمد ابن طولون كان صهره يرقج. فيرقج اول ما عرف ان هو الخليفه العباسي انعم عليه بولايه مصر، بعت رساله لنسيبه او صهره احمد ابن طولون وقال له تسلم من نفسك لنفسك، يعني انت خد الاماره كده من نفسك لنفسك وانت يبقى امير عليها شرعي 100%. وبالفعل استتبت الامر كلها تحت احمد ابن طولون، وبدا اللي هو يصلح في مصر ويبني القناطر الخيريه ويعمل شويه اصلاحات كبيره، وبرضه يجمع الخراج ويبعته للخلافة العباسية علشان خاطر يكسب ثقة الخليفة العباسي، لحد ما حصلت في الشام اللي هو واحد والي الشام اسمه ابن الشيخ مرضيش يبعت الخراج للخلافة العباسية. والخلافة العباسية في الوقت ده كانت في مظاهرات وفي قلاقل في بغداد، فهي كانت عايزة كل الفلوس بزيادة من الممالك بتاعتها من كل الولاة علشان خاطر تقدر تنفق على المظاهرات، انها تكبت المظاهرات اللي هي كانت فين، اللي كانت في العراق. فابن الشيخ ده اللي هو كان في الشام مرضيش اللي هو يبعت الخراج للدولة العباسية، وزي كده ما تمرد عليها. فاحمد ابن طولون بعت للخليفه العباسي وقال له اقول لك سيب لي ابن الشيخ ده، انا اللي هتولى امره وانا اللي هروح اجبره واحاربه ان هو يبعت الخراج زي ما هو متفق عليه للخلافه العباسيه. وبالفعل احمد ابن طولون راح للشام وحارب ابن الشيخ ده، وبالفعل اخضع الشام كمان كلها تحت سيطرته، وبعت للخليفة العباسي الخراج من الشام وبزيادة كمان، وقال للخليفة العباسي أنا عاوز يكون لي جيش. في تمرد ابن الشيخ ده كان هو ذريعة أحمد ابن طولون إن هو يكون جيش، وبالفعل أحمد ابن طولون كون أول جيش تابع أو مختص للدولة المصرية، بس كونوا من أطياف مختلفة من العرب والأتراك والبربر والنوبيين والمغاربة، يعني خلاه كده زي ما نقول عليه كوكتيل كده من الجيش، مش جيش مصري خالص 100%. بس ده يعتبر أول جيش خاص بمصر يكونه أحمد ابن طولون. واحمد ابن طولون بعد كده بعد ما كون الجيش زي ما يكون كده زي ما يقول لك ونونت في دماغه ان هو يحكم مصر ويستقل بمصر عن حكم الشام كلها، وبالفعل بنى مدينة جديدة او عاصمة للدولة الجديدة بتاعته الدولة الطولونية وسماها مدينة القطائع، وسميت بمدينة القطائع علشان خاطر هو كان عامل لكل اقطاع مكان، يعني للجيش مكان وللنوبيين مكان وللأتراك مكان، يعني خلاها إقطاعيات، عشان كده اتسمت مدينة القطائع. وكمان بنى الجامع الشهير بتاعه اللي هو مسجد أحمد ابن طولون اللي هو بناه فوق جبل يشكر ده، علشان خاطر اللي هو كان قال للمهندس بتاعه ان هو انا عاوز جامع لو حرقت مصر ما يحصلوش حاجه، ولو غرقت مصر ما يحصلوش حاجه، وكمان عاوزك تبنهولي من مال حلال. وكلمه من مال حلال يعني ان هو اي جامع كانت بيتبني طبعا من اعمده، والاعمده دي كانت بتتجاب منين؟ يا اما من
معابد فرعونية يا إما من كنايس. فهو قال للمهندس بتاعه أنا مش عاوزك تجيب لي أي عمدان من العمدان دي، اللي هو أنا عاوزه كله يكون صافي 100% من باب حلال. وبالفعل بنى الجامع ده، ويعتبر مسجد أحمد ابن طولون اللي هو ثالث مسجد يتبني في مصر لحد دلوقتي موجود على حالته. يعني يعتبر المسجد الوحيد في مصر كلها اللي موجود على حالته تقريبا 100%. وكان بناه على مساحة كبيرة تقريبا على 6.5 فدان. هو يعتبر الجامع الوحيد في مصر اللي هو مئذنته على شكل ملولوة، على شكل اللي هو الجوامع بتاعة مدينة سرة من رأى، مدينة سمراء في العراق، اللي الخلافة العباسية اللي عملتها مخصوص للجنود أو للأمراء الأتراك. وبالفعل بنى المسجد ده بتكلفة 120,000 دينار. وأحمد ابن طولون قال إن أنا المسجد ده بنيته من كنز لقيته، يعني مش من الفلوس الدولة، لا ده هو لقي كنز وبنى المسجد ديتي من الفلوس دي. وكمان لما المهندس بتاعه عشان خاطر أحمد ابن طولون قال له أنا عاوز لو مصر اتحرقت ما يتحرقش، بناه من طوب اللبن الآجر، يعني كانوا بيحرقوه وبيبنوا بيه، وبناه على دعامات، يعني المسجد الوحيد المبني على دعامات. وزي ما قلنا المأذنة بتاعته كانت اللي هي ايه ملوية، واحنا دلوقتي بنقول عليه مسجد ال5 جنيه. يعني احنا لو لاحظنا كده ال5 جنيه كده لو جربناها الكاميرا هنلاقي اللي هي ايه المأذنة الملوية بتاعة أحمد ابن طولون. بعد كده أحمد ابن طولون بعد ما أسس المسجد بتاعه ده، وكمان المسجد ما استغرقش في بناء وتأسيسه وتجهيزه بالكامل بالمساحة الكبيرة دي والتكلفة الكبيرة، ما فيش غير 2 سنين بس يعني. وفي الوقت ده كان الخليفة العباسي اسمه المعتمد على الله. وبالفعل أحمد ابن طولون كان بعت للخليفة العباسي علشان يجي من بغداد ويحكم من مصر، وتبقى مصر اللي هي أساس الخلافة، أو الخلافة اللي هي تبقى مقرها الرئيسي في مصر. وأحمد ابن طولون استغل الخلاف اللي ما بين الخليفة المعتمد على الله وأخوه الموفق. ليه؟ لأنه كان الموفق اللي هو كده زي ما يقولوا إيه، اللي هو مسيطر على أخوه الخليفة، اللي هو كان مسيطر على كل حاجة داخل الخلافة العباسية، لدرجة في وقت من الأوقات الخليفة المعتمد على الله كان عاوز بس 300 دينار ينفقهم على نفقاته الشخصية، كان الموفق مرضيش يدهم له ومنعهم عنه. فاستغل ده أحمد بن طولون وبعت بالفعل الخليفة العباسي علشان خاطر اللي هو يجي يحكم من مصر. والمعتمد فعلا جهز الرحال بتاعه، وكان خلاص جاي علشان خاطر يلبي دعوة أحمد بن طولون ويحكم من مصر. بس أخوه الموفق عرف بالموضوع ده وبعت سارية وراء أخوه المعتمد، وبالفعل رجعوا تاني لبغداد. وأول ما الموفق عرف بخطة أحمد بن طولون دي، أصدر قرار إنه يعزل أحمد بن طولون عن ولاية مصر. أحمد بن طولون يسكت؟ لا، ما سكتش. كمان أحمد بن طولون عمل قرار تاني ويجتمع بكل ولاة الدولة العباسية أو معظمهم يعني، وقال لهم على اللي بيعملوا الموفق في أخوه المعتمد وسيطرته الكاملة على أخوه على الخلافة العباسية. وقرر أحمد بن طولون إن هو إيه كمان يعزل الموفق من ولاية العهد، وكمان ما يدعلهوش على المنابر. يعني أحمد بن طولون ادى أوامر للمشايخ في يوم الجمعة إن هم يدعوا للخليفة ولأحمد بن طولون، وولي العهد اللي هو الموفق ما يدعلهوش. ومعنى إن هم ما يدعلهوش على المنابر يعني أسقط اللي هو الشرعية بتاعته داخل الدولة دي. لما عرف بالموضوع دي طبعا الموفق جن جنونه، بس الحكماء او العاقلين كده جمعوا بينهم وقالوا لهم واجتمعوا في الشام وقالوا ما ينفعش الكلام ديتي. وبالفعل اقترحوا على الموفق ان هو يسيب احمد ابن طولون في حكم مصر، وبالمقابل احمد ابن طولون يعترف بولاية عهد الموفق في ولاية العهد الخلافة العباسية. وفعلا
حصل ديت والمشايخ والعلماء قالوا لهم استهدوا يا اخوانا، انتوا واكلين شاربين قاتلين سارقين بينكم وبين بعضكم، ما ينفعش الكلام ده. وبالفعل احمد بن طولون اللي هو استتب الوضع ليه في مصر، والموفق اللي هو ايه طلع من دماغه موضوع احمد ابن طولون. وبالفعل احمد ابن طولون توسعاته واطماعه ما وقفتش على مصر بس، لا ده هو كمان كان عاوز يضم الشام فعلي ليه تحت الاماره المصريه. وبالفعل راح للشام علشان خاطر يحارب الامراء اللي في الشام ويضمها لسلطته اللي هو تحت قياده مصر. في الوقت ده كان مخلي بالنيابه عنه في مصر اللي هو ابنه اللي هو اسمه العباس. ابنه العباس ده كان مجنون شويه، فابنه العباس كانت حدود مصر كانت لحد تقريبا نص ليبيا كده، فبعض القبائل اللي هناك في ليبيا كانت عامله شويه مظاهرات كده، فابنه العباس راح عشان خاطر يحارب القبائل اللي هي داخل ليبيا دي. وبعد كده عرف احمد بن طولون وهو في الشام انه ابنه العباس راح يحارب القبائل دي، فبعت لابنه قال له لا ارجع ما تروحش تحارب اي حد. العباس ما سمعش كلام ابوه وكمل في الحرب دي. اتضايق احمد بن طولون من الموقف بتاع ابنه العباس ده، ساب الحرب بتاعته في الشام ورجع على طول في مصر، وجاب ابنه العباس وسجنه. وقال له مين اللي شرع عليك ده؟ قال له زمايله، وهو اصر على ابنه العباس ان هو يعدم زمايله. وبعد كده سجن ابنه العباس. وبعدها بفتره بسيطه في عام 269 هجري اتوفى احمد ابن طولون، واللي تولى بعديه الولايه ابنه خماروي. وابنه خماروي استكمل فتوحات ابوه، بس الدوله العباسيه ما كانتش راضيه على استقلال احمد ابن طولون من قبل ابنه خماروي باستقلال مصر. فدايما كانت الدوله العباسيه عايزه ترجع سيطره مصر تحت ولاية الدولة العباسية. ليه؟ لأنها مصر دايما كانت فيها خير كتير، وهي يعتبر كانت أغنى ولاية من ولايات الدولة العباسية. فخماروي ديتي عشان خاطر اللي هو يكسب رضا الخليفة العباسي، اقترح على الخليفة العباسي ان هو يجوز بنته قطر الندى لابن الخليفة العباسي. فالخليفة العباسي عرف بجمال قطر الندى دي، وكل الرسل بتوعة الخليفة كانوا بيحكوا للخليفة عن جمال قطر الندى، وهي بالفعل كانت من اجمل جميلات عصرها قطر الندى. فالخليفة العباسي قال له اقول لك على حاجة خماروي، انا هتجوز قطر الندى. وبالفعل الخليفة العباسي تزوج قطر الندى، وخماروي أنفق في حفل زفاف أو مراسم زفاف بنت قطر الندى بما يقدر من 1,000,000 درهم في الوقت ده. يعني بنالها زي ما يقول المؤرخين من رحلتها من مصر لدار الخلافة العباسية في بغداد، علشان خاطر هي بتستريح في الطريق، بدلها كل فترة كده قصر يشبه قصر أبوها اللي كانت عايشة في مصر. يعني تخيل، يعني هي كل ما بتحب تستريح ما بتستريحش في خيمة ولا في استراحة، لا ده بتستريح في قصر، وعلشان خاطر ما تحسش نفسها في غربة. وكل المؤرخين والعلماء أجمعوا إنه تجهيزات الزفاف بتاعة قطر الندى هي اللي كانت سبب إفلاس مصر في العصر ده، وهي يعتبر كانت من الأسباب الرئيسية اللي أدت لسقوط الدولة الطولونية. بعد خماروي ما اتقتل، وخماروي في آخر أيامه كان يعني بيلهو ويلعب، وكان معاه جواري كتير. في الوقت ده كان في الشام، والجواري بتوعته هم اللي قتلوا خماروي، والجنود بتوعه حملوه على مصر واتدفن في مصر. بعد خماروي الدولة الطولونية ما استمرتش تقريبا أقل من 10 سنين. بعديه بكام حاكم كده حكموا مصر من الدولة الطولونية. بعد كده الخلافة العباسية استغلت ضعف الدولة الطولونية وضمت تاني الخلافة العباسية ضمت تاني الدولة الطولونية
أو مصر للخلافة العباسية تاني. وفي المرحلة دي انتهت الدولة الطولونية، وبعد فترة بسيطة هتيجي اللي هي الدولة الإخشيدية. ودي كانت زيارتنا لأحمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية وللدولة الطولونية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.